لو فتحت أي قاموس ألماني هتلاقي إن دايما فعل مخن بيجي بمعنى يفعل، لكن الحقيقة ده مجرد أول معنى. الفعل ده لوحده ليه أكتر من 50 استخدام وتعبير، والنهاردة هنعرف أول 4 استخدامات، وياريت تكمل الفيديو للآخر لأن آخر استخدام هيفاجئك. أول استخدام anmachen يعني يشغل. mach bitte das Licht an، شغل النور لو سمحت. طيب لو عايز تقول اطفي التلفزيون هتقول mach den Fernseher aus، اطفي التلفزيون. شايف نفس الفعل لكن المعنى اتغير. طيب دي بقى ناس كتير قوي ما تعرفهاش. den Salat anmachen يعني يتبل السلطة. ich mache den Salat mit Öl und Essig an، أنا بتبل السلطة بالزيت والخل. أما بقى آخر استخدام فغالبا هتسمعه في الأفلام والمسلسلات الألمانية، وهو jemanden anmachen يعني يعاكس شخص وأحيانا يضايقه حسب السياق. hat sie angemacht، هو عكسها. شايف ازاي مجرد جزء صغير غير معنى الفعل بالكامل؟ ولو عايز PDF مجاني فيه اكتر من 50 استخدام وتعبير لفعل مخن مع الامثله والترجمه، اكتب مخن في الكومنت وانا هبعتهولك. ولو عجبك الفيديو اعمل فولو، لان دي الحلقه الاولى من سلسله هنفك فيها شفره اشهر الافعال الالمانيه، والحلقه الجايه فيها استخدامات هتسمعها كل يوم في المانيا.